من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. مازن، بماذا تفيد الأنباء لديك؟ نعم، في الواقع سلمى هنالك قصف متقطع الآن يشهده محيط عدد من البلدات اللبنانية جنوب البلاد، وتحديدا كفر شوبة المجيدية شهدت قصفا مدفعيا من قبل القوات الإسرائيلية بعد تفجير العبوة. وفق المعلومات التي حصلنا عليها بأن كان هنالك زرع لعبوة ناسفة ضمن مثلث حدودي لبناني فلسطيني إسرائيلي. هذه المنطقة هي ما بين بلدة الغجر ومزارع شبعة، ويبدو من المعطيات الأولية بأن هنالك عبوة ناسفة أعقبها إطلاق قذائف أو صاروخ، مما أدى إلى إصابات في وسط صفوف الجيش الإسرائيلي، علما بأن هذه المنطقة شهدت بعد التفجير الذي استهدف الدورية الإسرائيلية قصفا مكثفا لحوالي نصف ساعة، من بعدها تحول القصف بشكل متقطع، علما بأن هنالك انتشار الآن لقوى الجيش اللبناني في المنطقة. أيضا اليونيفيل تعمل على تسيير وتعزيز مواقعها في المنطقة مغبة أن تتطور الأمور في منطقة مزارع شبعة. مازن، دعني أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي نشاهده على الشاشة، بأن مراسل الجزيرة أفاد بوقوع 4 قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء هذه العملية التي تتحدث بأنها جرت إثر زرع عبوة ناسفة في منطقة تقع بين بلدة الغجر ومزارع شبعة، وأيضا هناك 9 جرحى جراح بعضهم بين الحرجة والخطيرة. هذه المعلومات الواردة حتى الآن عن الخسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء هذه العملية.